وصلنا إلى هذه المرحلة أن ننكر ما أقرها الله لأجل محبة كاذبة تجاوزت الحدود. فإحنا نحب النبي أشد من أنفسنا، لكن مصداق محبة النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإلا لو كانت المحبة بغير اتباع لكان النصارى في الجنة يدعون محبة عيسى، لكن هل سيحشرون مع عيسى؟ لا، لأنهم بدلوا دين عيسى عليه السلام. كذلك أمة محمد من الذي يحرمون من شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم الذين خالفوا سنة وهديه ولو أنهم قالوا أننا نحبه. فهمت؟ إنما الصادق في محبة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من يتبع سيدنا رسول الله. لذلك النبي قال أحاديث كثيرة، قال من رغب عن سنتي فليس مني، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل. أنا ما أريد تسأل الشيخ هذا سعودي سوداني مصري يمني، لا، أبغاك تقرأ قوله تعالى فاسألوا. ما قال الله العمام واللحى لأن في من يضل الناس، قال أهل الذكر. والله تكفل بحفظ